عند الميكانيكي كالعاده. بس قلت هتكلم معاكم كلمتين كده، وهنزل الفيديو ده بكره مع الفيديو بتاع منتخب مصر، عشان منتخب مصر النهارده هيلعب ضد فرنسا الساعه 10، قبليه الساعه 7 ماتش حلو جدا بقى، اسبانيا والمغرب، ده ماتش كوره حلو، وبعدين نبقى نشوف منتخب مصر عشان خاطر احنا مصريين. فانا مش عايز انزل فيديو النهارده استخسار، ننزله بكره، بس قلت اقول الكلمتين دول عشان ما انساش. مبدئيا بس على الموضوع بتاع اسامه ابو علي، عشان الاخ اللي قابلني في سينما فوكس حبيب قلبي، انا نسيت اتعرف عليك، بس انا على راسي. انا والله العظيم ثلاثه بعد ما اسامه ابو علي جاب الجون الاول، انا قلت طب انا هتخيل انا عايز اسامه ابو علي يجيب جون عامل ازاي. فاول حاجه جت في دماغي قلت فيرست تايم، قلت كوره يعملها من مره واحده. جاب الجون الثاني فيرست تايم، يمكن قصيره شويه، يمكن صعبه شويه، بس هي تعتبر فيرست تايم. فالموضوع بقى مرعب شويه، وانا خايف، انا بشكل مباشر بقى خايف على اسامه ابو علي، طبعا مش بالحسد والقر والكلام ده، كان ميسي اتحسد، بس خايف عليه ان طموحاتنا احنا هتزيد قوي قوي بقى، قوي قوي قوي. يعني محتاجين اسامه ابو علي بقى يبقى هداف كاس العالم للانديه، بافريقيا مين يا ابو افريقيا، انت مازيمبي على ترجي على ما ترجيش، كل الكلام ده تحت رجله. فاحنا الاكسبكتيشنز والتوقعات بتاعتنا هتعلى جدا جدا جدا، وعادي جدا منطقي ان التوقعات بتاعتنا تعلى، بس دي حاجه مضره ليه هو. فانا مش عارف، ما اقدرش اقول لحد يقلل توقعاته، علي توقعاتك براحتك. واتوقع يبقى مهاجم ارسنال السنه الجايه، اعمل علي افشخ توقعاتك براحتك، عشان اللي بنشوفه ده مش طبيعي. وعلى سيره المهاجم المحطه والمهاجم مش محطه، يعني ما هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، حاجه كده ما يعلم بها الا ربنا. انا مش فاكر، مش فاهم ايه اللغه دي، وانا طول عمري بقى لي سنتين على السوشيال ميديا ولا 3 سنين بقول نفس الكلمه. مش حاجه اسمها كده، ده اختراع انتوا اللي اخترعتوه. مهاجم محطه ده اي مطيز، اي مطيز تقول عليه مهاجم محطه. يعني الكره بتاعت وسام امبارح بتاعت الجون الاول، الراجل استلم وحط الواد في ظهره، لو كان طيز ورفع ايده الاثنين كده على جنب ومطيز شويه كده كان بقى مهاجم محطه، وحطها لعمرو السوليه شاطها جت جون، كنا قلنا مهاجم محطه، ده احنا جايبينه عشان المحطات. انما هو مهاجم، هو لعيب كوره، قرر يحط الراجل في ظهره وبعدين يفتح لنفسه سكه عشان يعرف يلعبها ب 180 درجه من تحت رجل الراجل، تخدع الجون عشان هو مهاجم. مهاجم بقى يبقى دوره في وقت من الاوقات انه يستخدم جسمه في التحجيز، ما اسمهاش محطه، عشان انت ما بتطلبش منه بقى حاجه ثانيه غير كده. حضرتك ده بيعمل ايه؟ ده محطه. طب انا عايز اجيب جول، لا هو محطه، هو من غير اتوبيسات، هي محطه فاضيه. فانت هتيجي تقف في المحطه وتشوف واحد يدقك في المحطه، ده اللي انت ايه ده؟ انا قلت 100 مره مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها صندوق. مهاجم صندوق ايه؟ مهاجم صندوق ده في مهاجم صندوق، ومهاجم ايه بره الصندوق؟ يعني ايه ده؟ يعني مهاجم بره الصندوق ده مهاجم ليه يعني؟ مش كل دي ابوهم مهاجمين صندوق كلهم بيلعبوا جوه؟ مش عارف، لو تقصدوا شادو سترايكر فهو مش مهاجم، هو ظل، هو اسمها ظل مهاجم، هو مرزي بره مش مهاجم. اي مهاجم هو جيم صندوق. فكوكم الكلام اللي العيال المتخلفين بيقولوه ده. قولا الحمد لله رب العالمين. عشان نخلص موضوع ماتش الاهلي، بس احنا اتفقنا الفيديو ده ينزل بكره بعد ماتش المنتخب، ينزل في نص ماتش المنتخب، خليك بتتفرج على الفيديو بتاع ماتش المنتخب كده، عمال بحلل وعامل نفسي احمد عفيفي، تلاقي بوم ده فيديو نازل كده ايه في النص. هو محمد الشناوي ما بيحبش يقعد لشوبير دكه، احنا متفقين على كده تمام يعني، عشان بس الناس اللي ما كانتش خدت بالها والناس اللي ناويه تعرس، محمد الشناوي ما بيقعدش لشوبير دكه. قعد دكه ليه في الماتش بتاع نهائي افريقيا بس، وما حصلتش. وبعد كده الالومنيوم يطلع بره القايمه، امبارح يطلع بره القايمه. لا بقول حلو ولا وحش ولا راي كولر ولا رغبه الشناوي ولا اقتلوه ولا جلدوه ولا حاجه خالص، دي ستيتمنت، ستيتمنت كده، وضع. هل ده طبيعي؟ هل لما يحصل بعد كده يبقى عادي؟ هل لو اي لعيب قرر ما يقعدش لعيب تاني، هل قفشه لو قرر ما يقعدش الامام دكه هتتضايق؟ ولا عشان ينفع لعبهم الاثنين وده حارس مرمى ما ينفعش يقعد غيره؟ طب هل كهربا لو قال ما اقعدش لوسام دكه، ولا وسام قال ما اقعدش هل الحاجات دي هتعدي؟ ولا عشان خاطر الشناوي ومستنيين عرضه ومستنيين عرضه؟ فبس ستيتمنت واضحه كده عشان نخلص يعني. كابتن محمد عبد المنعم يقال ان خلاص وقعد ماتشين اللي فاتوا دكه، مش عارف كان بيعمل ايه في نيس، هيروح نيس فرنسا، موافق طبعا طبعا 100%. يروح مش فارق لي خالص الاهلي يعرف يعوضه ولا لا، يعوضه ايه؟ الاهلي لو لعب ولاد اخوات اللعيبه بياخد الدوري برضه، كل يومين ماتش، كل 6 شهور ماتش، كل يوم ماتش، اي خرا بنعمل برضه كل حاجه عادي يعني. فماشي انا موافق جدا، بس اكد بس ان نيس مش هيبقى دافع 3 4 مليون الارقام دي، بس نيس هيبقى دافع مليون، مليون ونص بالكتير، بالكتير عشان راجل دولي وكسر الدنيا في المنتخب. انما جو بقى ان نيس يكون جايبه زي ماجوير، لا لا مفيش الكلام ده، عشان ايه؟ الاهلاويه اللي يقولوا احنا بنكسر العشره، ده مش حاجه. نيس هيبقوا دافعين رقم قليل، وانا موافق انه يمشي برقم قليل عادي، مع الف مليون سلامه. رقم قليل قد ايه ما اعرفش، بس موافق انه يمشي وما تبقاش العقبه ان الرقم قليل.
الحاجه الاخيره علشان الكلام بتاع كولر امبارح، هل انتوا مش متفقين يا جماعه ان الكلام ده حقيقي والكلام ده صح والكلام ده واقع والكلام ده شايفينه بعينينا وحاسينه بلا مؤاخذه بايدينا وهو اشعارنا في حد عنده جدال هنناقش الموضوع ده؟ بس يا كابتن كولر والله العظيم عشان انا بيصعب عليا الناس دي، مفيش حد بيتكلم عليها يا جدعان. بقيه اللعيبه بقيه الفرق اللي مستني الاهلي دي ذنب دي ابوها ايه؟ يعني الاهلي طبعا متهان كل يوم، الماتش دي اهانه اقسم بالله. ومش بس تلغي كاس مصر، احرق كاس مصر انت وعامر حسين في بعض، والمنتخب والاهلي ما يلعبش، لعيبه الدوري كلها اصلا ما تلعبش، تقعد لها شهر وشويه بقى اجازه بجد، وابدا الدوري متاخر بلا دوري بلا خرا، اعملوا مجموعه واحده ولا عنك ما عملته. ايه القرف ده؟ اللعيبه بتقع اصلا واحد ورا الثاني اهو. فاحنا قلنا خلاص كده على الاهلي. بس الاهلي كسب من ورا الموضوع ده، كسب الماتشات اللي اتاجلت له، كسب بطوله افريقيا، كسب ثالث عالم، كسب حاجات كتير قوي. بقيه الفرق طيب، الواد يا عيني وامه تعمل له الذكر البط اللي عمال بتزغط فيه بقى لها شهر، هو عمال بيبعت لها 300 400 جنيه كل شهر بقى لها 6 شهور عماله بتزغط في ذكر البط، واول ما تيجي تذبحه يجي له لا عندنا الاهلي بعد بكره. انا قاعد يا عم في الارياف بالجلابيه بلعب خماسي بالليل، بلعب مع العيال طاوله على القهوه ودومنه والدنيا مانجا، جبنا انا بقى محططني شحمطني كل ده عشان العب الاهلي ماتش، عشان الاهلي كان بيلعب بطوله افريقيا وانا كنت قاعد على القهوه نفس القعده. مش بقول لك بقى الناس اللي بتعمل استشفاء ولا بتعمل علاج طبيعي ولا عندها بيرسونال ترينر ولا لا، ده انا بتكلم عن ولا اللي في مراسي حتى، لا ده انا بتكلم عن الغلابه اللي قاعدين في البيت. ناس ذنبهم ايه؟ يعني عمال بنتكلم الاهلي مهان الاهلي ليه، وكولر طبعا على كلام ممتاز امبارح، كل ده حقايق والله 100% صح. بس بقيه الفرق مين بقى المفروض يتحدث عن بقيه الفرق؟ اذا كان الكابتن محمد المحمودي النهارده ساعه الا ربع وانا جاي في الطريق، ساعه الا ربع عمال بيتكلم على الاهلي مضغوط، يا جدع انت بقى ما تزعلناش في عيشتنا بقى، مش انت المفروض لسان الباقي يا كابتن محمودي على راسي يعني، مش انت لسان بقيه الناس؟ امال المذيعين الاهلاويه والنوادي الاهلاويه والقاده الاهلاويه دول يقولوا ايه؟ لما انت المفروض محايد كده ومالكش في الموضوع، بالعكس ده انت المفروض تبقى صوت الناس اللي مالهاش صوت، تقول طب انا البلديه انا قاعد بقالي شهر ما بلعبش كوره، العيال مش عارفه تصيف ولا تستنى الاهلي ولا تعمل ايه؟ انا عايز اريح، انا تجيبني انا وانا هبهبط ومتنال بنيله، ولا تجيبني انا في نص الدوري لا فارق لي ماتش اتلعب ولا ماتش مين يخسر ولا مين يكسب؟ انا الحاجات دي ملهاش حل طول ما احنا يا كابتن محمد المحمودي التاني عامل مسابقه في الراديو عن يا جماعه ايه دور مكلي الفتره اللي جايه، عشان الطفره اللي عملها في الرياضه المصريه، فاحنا عايزين نكبر دور مكلي شويه. ليه يا جدعان؟ هو في ايه؟ اقسم هو في، احنا مش هنكبر، مش هنعقل، مش هنحترم نفسنا، مش هنفكر بالعقل، مش هنجري ورا عواطفنا، مش هنفرح، مش هنبطل نفرح بالخرا، مش هنبطل نقول على الجله كراميلا، مش هنبطل نقول على الجله كراميلا. مع كامل احترامي لكابتن ميكالي واللي عمله ان هو جاب شويه لعيبه لعب بيهم، وصل قبل نهائي الاولمبياد، ربنا يسهل يا رب ويكسب النهارده ويكسب ميداليه ويكسب ذهب. خلاص انا اخده بقى، خلاص ده بقى رمز، اعمل له تمثال ويبقى ده رمز الكره المصريه، وما امشيهوش، امسكه كل الفرق اللي تحت، عشان مش هينفع اتكلم عن حسام حسن اقسم بالله يجلدكم. امسكه بقى كل الفرق اللي تحت حسام حسن، او امسكه مدير فني للاتحاد يقعد ما يعملش حاجه بس ياخد 600 700 الف دولار في الشهر، ويقعد 3 4 سنين ما بيعملش حاجه عشان راجل هو مدرب منتخب اولمبي مثلا، او مدرب منتخب اول مثلا، او عايز يجرب انديه، او فانت لما تعرض عليه رقم كبير عشان ترضي الكابتن محمد المحمودي هيضطر يقعد معاك مدير فني للمنتخب المصري، مدير فني لاتحاد الكوره، مدير فني لرابطه الانديه، مدير فني للكابتن احمد دياب، مدير فني للكابتن عامر حسين لوحده. ده عشان ايه يا جدعان؟ وبعدين هو ايه اللي عمله؟ كسب باراجواي ضربات جزاء. حتى لو ان شاء الله باذن الله نكسب فرنسا النهارده، بعد ما نكسب فرنسا ونضمن ميداليه نبتدي نتكلم بقى ونقول الراجل ده في ماتش حاسم زي ماتش فرنسا، تيري اونري في ملعبه وسط جمهوره في وسط ليبيدي دي اولمبيك دي ليون وبيعمل الكلام ده، تكسب بقى وتاخد ذهب تاخد فضه، نبتدي نتكلم ومش هنشوف لك حل، لا نشوف نستفيد منك ازاي بجد، مش نمسكك مدير فني المنتخب الاولمبي تاني لو مش على هواك، او مش ماسك مدير فني لمنتخب الكوره لو مش على كيفك، او ماسك مدير فني لاتحاد الكوره. مفيش حاجه اسمها نمسكك من ايدك كده نديك رقم كبير عشان ترضى، لا تعالى يا معلم احنا عايزين نستفاد منك، انا والله عايز اكمل منتخب اولمبي ماشي. انما لحد دلوقتي لحد قبل النهائي هو عمل ايه غير انه كسب باراجواي ضربات جزاء، كسب اسبانيا، لو كانت عادل مع اسبانيا تسع تبديلات دي، لو كانت عادل مع اسبانيا وصل تاني وراح لعب امريكا كان ممكن يكسب امريكا ضربات جزاء برضه، وفضيناها سيره، ولا لاعب اليابان، كان لاعب اليابان كان ممكن برضه نقعد نتمرع كده في ماتش اليابان ونكسب ضربات جزاء. الاداء كان حلو في الماتش الاخير قلنا كده، بس مش هنقعد نسكت بقى على الكورتين الحلوين اللي لعبناهم، ما احنا محتاجين نركز شويه في حياتنا بقى، ومحتاجين ربنا يرزقنا، كانت كل قرف. الراجل جه اهو بين العربيه خلصت سلام.